السلام عليكم. طب انا اطلع اقول لك ايه؟ اطلع اقول لك الزمالك قبل التوقف الدولي حماده، وبعد التوقف الدولي حماده تاني خالص. انا بحب الحماده التاني بقى. الحماده الاولاني ده ينرفزك يضايقك. طب ما انتوا يا جدعان عندكم روح وقلب اهو، ما بتلعبوش بيها ليه كل ماتش؟ طب ما انت يا عم ناصر يا ماهر حلو اهو، ما بتلعبش ليه كده؟ طب ما انت يا دونجا حلو اهو، ما بتلعبش ليه كده؟ يا جدعان يا جدعان فهمونا بس. يعني احنا بنشجع الزمالك، انا واحد من الناس بحب نادي الزمالك غصب عني مش بمزاجي، والله العظيم لقيت نفسي بحب النادي ده، بيكسب بيخسر بحبه. فانت ليه يا سيدي يا لعيب يا محترم ما بتلعبش ليه الاداء ده كل ماتش؟ يعني انت حلو اهو كسبان المصري 3 وعامل ماتش هايل بجد بقى. سيبك بقى من كل ده، تعالى يا عبد الله سعيد. يا عبد الله الله اكبر عليك يا ابني، انت بتصغر مش بتكبر. يا عبد الله يا سعيد بجد، النهارده وكل يوم طول ما عبد الله السعيد موجود احنا في عيد. طب الفينه، طب انت عايز تسميه الفينه بقى بزير، اهم حاجه اسمه اخوان. حته لعيب برازيلي يبسطك يمتعك، تسلم العين اللي جابته. طب ايه بقى؟ عندك احتياطي بتغير النهارده اللعيب اللي بره زي اللي جوه، الله اكبر. طب ليه مش كل ماتش كده؟ ليه مش كل ماتش كده؟ ما نلعب كل ماتش انه ماتش بطوله، ونلعب رجاله زي ما لعبنا النهارده. هتكسب اي حد، هتكسب اي حد. جمهورك بالملايين والله العظيم بيحبوا الزمالك، فرحونا. فيها ايه لما تكسب وتلعب راجل كل ماتش؟ انا هتبسط وجمهور الزمالك هيتبسط وكل الناس اللي بتحب الكوره هتتبسط ان الزمالك يرجع تاني يبقى قوي، يبقى منافس حقيقي في الدوري المصري. طب ايه الحكايه؟ طب قول لي ايه الحكايه؟ اللغز فين؟ لغز الموضوع فين؟ طب ما انتوا حلوين وبتكسبوا وبتلعبوا ماتشات حلوه، ما بتلعبوش ليه كده كل ماتش؟ سؤال يطرح نفسه. حرام عليكم طالما انتوا حلوين ترجعوا تبقوا وحشين. يا ريت الزمالك يستمر على كده. الدوري ان شاء الله زملكاوي وابيض بخطين حمر. سلام.